السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. حصل حاجة جميلة أوي النهاردة واحنا بنصلي صلاة الجمعة. حاجة ما حصلتش من زمان أوي، من قبل الكورونا. حاجة مهمة أوي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد عليها في كل صلاة. حاجة افتقدناها ونفسنا إن هي ترجع تاني زي الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يبدأ صلاته يلتفت للصحابة ويقول لهم: استووا تراصوا واعتدلوا ولا تختلفوا فتختلفوا قلوبكم. وفي بعض الروايات: القدم في القدم يستوي الصف. كنا زمان قبل كورونا لازم نبص على يميننا وشمالنا ونحط رجلنا في رجل بعض علشان الصف بتاعنا يبقى مستوي 100. من بعد كورونا بقى الدنيا باظت خالص. ممكن تلاقي واحد بيصلي خلف الصف وسايب الصف علشان موضوع العدو والكلام ده، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. بس طبعا الناس اصبح عندها هوس من موضوع كورونا ده. دلوقتي بعد الدنيا ما ظبطت ما عادش في وش علشان كورونا زي الاول. تيجي عشان تصلي جنب واحد وتحط رجلك جنب رجله يحوش رجله كأنه خلاص ما عادش متعود على الموضوع ده، خلاص ما عادش متقبل ان هو يحط رجله جنب رجلك. هتقولي بقى علشان التعليمات الاحترازيه والكلام ده. طب ما احنا بنشوف مثلا في الجامعات وفي المدرجات بتاعه الكوره والكلام ده الناس كلها يعني قاعده فوق بعضها. وطبعا في اوروبا والدول المتقدمه بنشوف بقى في الدوري الانجليزي يعني المدرجات دي فيها اعداد ملهاش اول من اخر، والناس ولا فارق معاهم. وساعة ما بيجي جون ما بتعرفش بقى مين اخو مين ومين قريب من كله، بيبوس في كله والدنيا سلطه ما هيش فارقه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ان احنا نقف جنب بعض ونحط رجلينا جنب بعض ما كانش بيقول الكلام ده هوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الكلام ده عشان دي ألفة ومحبة بيننا وبين بعض. بنتمنى من ربنا ان الصلاة ترجع زي الأول والناس كلها ترجع تحب بعض زي الأول، ميبقاش فيه المشاكل اللي احنا فيها دلوقتي. أشوفكم على خير. السلام عليكم.